اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده معايا طبق بطاطس جميل وحلو وخفيف على المعده، وينفع اصحابنا حبايبنا بتوع الدايت. معايا طاسه فيها حبه زيت وبصلايه صغيره، هقطعها مش هحمرها جامد، هي يدوبك بس تتبل بس. وبعد كده هكون مقطعه صوابع البطاطس بتاعتي صوابع ومصفيها من ميتها ورش عليها ملح. وبعد كده هنزل بيها على البصل. هديها تقلبتين كده، وهجيب البهارات بتاعتي. بهاراتي حباش، ملح، حبة سكر وبهارات لحمة. لو عندك مش عندك مش مشكلة. وهجيب عليها حبة كركم، هحط لها حبة كركم صغيرين عشان تديها اللون الاصفر. اقلبها وهقعد اقلبها كده، وهجيب معايا طماطميتين صغيرين واقطعهم قطع صغيرة. بعد كده هنزل بيهم على البطاطس. كده البطاطس بتكون دبلت شوية. بعد كده هغطيها وهرجع تاني اكشف عليها، واروح نازله عليها بربطة كزبرة مقطعوها. انا هنا مش مكتره الخضره، وهنا حطيت حته دقه صغيره. الدقه دي عباره عن توم بفلفل بملح. وهنا زود بعد ما اخدت شويه طياب متسبكت كده مع الطماطم والخضره، حطيت لها كوبايه ميه. وهنا رحت اشوفها عشان اشوف طابت ولا لا، لقيتها ايه، بدات تستوى. دي حته شيكه من عندي كده، حته جبنه موزاريلا كانت في التلاجة، حطيتها على وش البطاطس عشان تدي شكل، يعني ايه، عشان الاولاد ياكلوها. وهي كانت الجبنه